وهذه حلوى العسل جهزت معانا. اهلا وسهلا، حياكم الله. اليوم بنرتب حلوى عمانيه بهذه المكونات. بتكون طبعا حلوى بالعسل، عسل برم حايل، ما ورد عماني، سمن QBB، سمن بقر، النشا 70 جرام مذوب فيه نص لتر ماي، هيل طبعا شيء اساسي، منقوع الهيل وماء الورد والزعفران، هذا نخمره تقريبا ساعتين 3 ساعات. طبعا سكر بني، وعندنا الكسرات اللي ترغبوا فيها. عندنا 5 لتر ماي صحة، نحط 500 جرام سكر بني. هذه ملعقة سيليكون، لا يطفروا ببلاستيك، ما بلاستيك، هذا سيليكون حراري. نبدأ نذوب السكر. شوفوا هذه الشوائب لازم نشيلها أول بأول. الحين نضيف النشا العماني أو نشا القمح. طبعا هذه الشوائب لازم نشيلها على طول، ما نخليها. نحط الخليط هذا يغلي على النار تقريبا 45 دقيقة لحد ما يثقل، وبين كل فترة وأخرى نشيل هذه الشوائب. والحين تقريبا بعد ساعة أو أكثر من ساعة نقص تقريبا 3/4 كمية الماء. بعد ما نوصل هذه المرحلة نحط نص كمية ما ورد الزعفران اللي نقعناها. ومن هذه المرحلة نبدأ نخلط ولا نوقف أبدا، تقريبا بنستمر يمكن ساعة كاملة، نخلط على طول ما نوقف. الحين كيف بدأ يثقل القوام؟ الحين ما نضيف السمن، نبدأ نسقي الحلوى بالسمن شوي شوي، طبعا ضروري سمن البقر. والتقليب طبعا مستمر، ما نوقف أبدا، تقليب مستمر على طول. نحط شوية هيل، نقلب. الحين نحط المكسرات، أنا بخلي المكسرات مخلوطة. نحط شوية هيل، نسقي بالسمن. خلاص هذه المرحلة حساسة جدا، عيننا على الحلوى وعيننا على النار لين ما تجهز. قربت تستوي، تقريبا 10 دقائق وتصير جاهزة إن شاء الله. الحين في هذه المرحلة نضيف العسل، ما نضيف كثير عسل، تقريبا ربع الغرشة. خلاص كذا استوت معنا الحلوى. خلاص الحين نسكبها في الصحون. شوف هذا القوام، توصل هذا القوام معناتها اوكي. بسم الله. وهذه الحلوى خلاص جهزت معانا، نزينها بالزعفران وشوية مكسرات، وعليهم بالعافية.